يا مساء النور والهنا والسعادة عليكم يا حبايبي. احنا دلوقتي خارجين، انا كده جمدت قلبي كده اهوت وقررت وعازمة سمير على الغدا. ما بصوا يا جماعة، الواحد بعد ال60، صح سمير الكلام ده ولا انا غلطان؟ عندك انت يا باشا. بعد ال60 بقى بتلاقوا نفسكم فاضيين خالص، مفيش حاجة تعملوها، فتقولوا بقى نخرج ناكل بره، نخرج نتمشى، نقعد في حتة. ايه رأيك في الكلام ده يا سمير؟ مش مظبوط، الحمد لله لسه معدي ال 40 بفضل ربنا. والله انا عديت ال 40 فعلا، يعني دي حقيقة. يبقى تعدي ال 60 تعدي ال 70 ده انت موضوع. دايما كنت بتقول لسه في ال 18. لا عديت ال 40. مش عايز يكبر ابدا يا جماعه، وانا صراحه زيه، عندي السن مش بالعمر ولا بالايام ولا بالسنين، بالروح. القلب دايما لما يبقى اخضر تحس نفسك شباب على طول. بصوا احنا ايه، انا هلف لكم الكاميرا بقى عشان نشوف الطريق احنا ماشيين فين. بصوا ده ايه يا جماعه يا حلوين، ده صلاح سالم ودي عمارات العبور، شايفينها؟ صلاح سالم جميل يعني، الحمد لله دلوقتي رايق. واحنا اقترحنا اقتراح، سمير اللي اقترحه، وانا قلت له يلا يا باشا عليا، يلا نطلع بقى اي حته. فقال لي هاخدك اوديكي مكان في الغوريه بيعمل لحمه نيفه مشويه يا سمير ولا ايه؟ قول انت بقى المكان فين والراجل اسمه ايه والتفاصيل دي، انت صاحب المكان. انا لو فاكره اقول لك على طول والله، بس انا فاكر نيفة العجاني. انا فاكره ان انت قلت لي نيفة ايه؟ النجاحي. صح؟ النجاحي ده في الغورية وفي الازهر وفي الدرب الاحمر ومش عارف ايه، يعني ليه فروع كتيره يا جماعه. فروع، بس هو اصل النيفة. انا هاخدكم معايا، لاني انا النيفة دي كنت بعشقها وانا صغيره، بس ما اكلتهاش من 30 سنه كده. كان جدي الله يرحمه كان دايما يقول لي ياكلها لي ويقول لي دي لحمه المعيز، بتبقى ناعمه وطريه وجميله. شو الضاني؟ مش الخرفان بقى اللي هو الضاني، لا دي نيفه غير الضاني، ما بتبقاش زفره تقريبا يعني. فانا هروح واصور لكم من هناك واوري لكم الطريق والمكان، تقريبا في الغوريه. انا واخده الكرسي بقى بكهرباء بتاعي عشان الغوريه مش هينفع نخش بالعربيه وانا مش هقدر امشي كتير. هناك سهله، تركبي على موتوسيكل ورا حد يدخلك. صحيح في موتوسيكلات وفي توك توك كده يعني. هو هناك نظام سامنا ويشحططني. تحس انك انت حرام عليك يا راجل، ده انا اللي عازمه ومكلفه، هتشحططني في موتوسيكل ورا حد. دايما كده مفرط فيا كده خالص. الفاتوره طالما انت اللي عازمه. ما انا اللي عازمه، امال مين؟ هفتح براحتي خالص. مش انا اللي قلت لك يلا انا عازماك؟ جميع انواع المشاكل هتكون. وعشان انا اللي عازماه بقى يقول له يلا يا بلو تعالى معانا يا بلو. تعالى يا يوسف. انا هكلم يوسف، يلا يا يوسف. وانا كنت عازمه يوسف يا جماعه امبارح على الغدا والله. فالحمد لله يعني بيت المحسنين عمار، فعايز يركبني موتوسيكل ورا حد. شفتوا النعيم اللي انا فيه. فان شاء الله اوصل بقى هناك واصور لكم. احنا هنا وصلنا، ما شاء الله شايفين المفروشات. ده اول شارع الغورية، كله ملايات والحفة ومفارش للعروسة، وكل ما يخص العروسة في جهازها، حتى عبايات الاستقبال وقمصان النوم، مفارش الطاولات والسفرة، كله. والشارع زي ما انتم شايفين واسع وجميل، وكانوا بيرحبوا بيا. وشايفين عبايات الاستقبال، والاسعار تتراوح من 150 ل 200 ل 300. دي عبايات الاستقبال بس. وما شاء الله شايفين الناس حتى في اول الشارع بره كمان. الحاج نفسه ما شاء الله. الله السلام عليكم. الحاج ده صح. يا حاج عامل ايه؟ ازي صحتك؟ انزلي بالراحه. لا هي كرسي. عامل ايه؟ الحمد لله، سيدتنا الله يخليك. ده هي جايين لك مخصوص. لا خليك كرسي، انا هتنزل عادي. خليها بالكرسي. لا هتنزل عادي. عندنا ابطال ما تقلقش. يا رب يخليك. لا هنشيل الكرسي بعدين مش مشكله. على مالك. بس ادخلك. اسندي نفسك عشان اجيب الكرسي. اسندي نفسك بالراحه. خليها جنب الباب هنا يا يوسف. تعال. ده يا حبيبي بيتاكل كده، مفيش بقى لا شوكه ولا سكينه. ايوه. احلى حاجه ان انت تاكل كده اللقمه كده وتدوق. والله يا جماعه مجرد ما الطحينه دخلت والله
ما شاء الله ما شاء الله، تقيله جدا. بصوا انا عايزه اوريكم، انا طبعا عارفه. بصوا الطحينه عامله ازاي، بصوا زي الكريمه. بصوا الطحينه كانك حاطط عليها كريمه، طعمه. بعدين السلطه تحس ليه رغم انها بسيطه جدا بس طعمها. بس انا حاسه نضف الشارع. اترصف ترصيف بس، رصف بس. الشارع هو مش هيوسع ولا ضيق. بتوع الشوام دول بياكلوا ايوه لكن زمان اصلا الوريه دي كان بلال لف، وعارف عمر الاصيل التمثيليه بتاعته هدوم الفوق الطوائل بتاعت الازهر كان اصل التجاره. ايوه وهتلاقي العبايه بجوه أصل من تحتها كانوا قلنا في الغوريه اصل التجاره. والملس الفلاحي ايوه والملاء اللف كله. رايحين الغوريه هات له حبيبي هديه. محمد دي اقدم حته في مصر دي. انت ما شفتش نجيب محفوظ في ايوه. لا يا سمير لازم اجيب حسين والازهر. لفه عشان اصور. قصر الشوق ده فين؟ السكريه اهي. السكريه. الشوق في الجماليه. السكريه اللي ورا دي. الجامع اللي في اخر الشارع ده ايه؟ اللي طلع فيها سعد المذيع ده. كذا واحد من عندنا من السكريه. نعم. وقصر الشوق هو اللي ما شاء الله. الفيشاوي وفي اللي عندنا. ما شاء الله. لا تراث. لا انا عايز اقول لك على فكره شكله ربنا صغير يكرمك. يعني انت قدنا. بسم الله. انا طالع معاك بقالي سمير قريب من اخوك. انا عديت لنا 40 خلاص. عديت 40 خلاص. اقول اكتر من كده ايه؟ ما احنا بص نصيحه جدي. الله يوسع عليك. الجامع لا والمكان الجميل. دي بيت ما بصحبش حاجه. صحابي هم الزبائن عشان لا كان خلي بالك انت بين الازهر والحسين. بين الازهر والحسين. ان شاء الله. الله اكبر. علمنا على المشايخ. اللهم صل على النبي. الشيخ انت حضرت الشعراوي هنا كان في ابو حليم محمود. كان هنا. السادات كان بيصلي الناحيه. نعم. قال له لما قلت له كبار كده المخابرات تعالوا الرئيس عايزك. قال له لعبني. ان شاء الله. الله اكبر. سمعتها دي من اللهم صل على النبي. كان برا طبعا. الزهاد. راجل شيخ الازهر. وبعد كده جد الاحياء دي يا جماعه هي الشيخ جاب الحق بعد منه. وبعدين الشيخ سيد طنطاوي. وكرسي الشعراوي اللي كان في الحسين. الكرسي بتاع الشيخ الشعراوي. باب الاخضر. باب الاخضر. أيوة. الله يرحمه. كنا كل يوم نسمع. الله يرحمه. ودينا جديد لا بتاع الناس المغرب والعشاء والفجر هنا ما بتشتغل الميكروفونات. نفس العصر. لا انا بتكلم الميكروفونات بالليل مغرب وعشاء وفجر. الله اكبر. تسمع شارع الحسين والازهر لحد قرب العتبه. كنا نصلي اللهم صل على النبي. الشعراوي. ايوه. ونصر الدين ونصر الدين طبار. الشيخ نصر الدين. الله يبارك. نصر الدين ولا الوشيح بتاعته اللي قبل حبيبي انت عريق وفي مكان عريق. ربنا يزيدك ويبارك لك ويزيد في رزقك. الله يخليك يا استاذ. الحمد لله. وكنا مش هنعطلك اكتر من كده ونشوفك دايما على خير. بسم الله. الله اكبر. لا شوف ازاي دي صناعه الايه؟ الطواقي القديمه بتاع زي ما بيسموها ايه؟ الطرابيش. والمشهور بها الحسين والازهر عشان المشايخ بتوعنا الجمال والايد الجميله الفنيه دي. ربنا يحفظك يا ابني. هو ده التراث اللي هيدوم طول العمر ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. الله يوسع عليك. دي المكنه اللي بتكبس عليها؟ دي مكنه الطرابيش زمان بتاعت الكبس. دي الفورمه الحلوه ما شاء الله. انت بتعمل حاجه فيها. نتفرج عليها ولا تاخد وقت؟ لا خلاص هي القلبه الثانيه كده وهتطلع زي كده. طب زي الفل. اتفرج معاك عليها. ده حراري كله. ضغط حراري. مكوى. ان شاء الله. دي لازم تشوفها من الصبح. ده الطربوش الازهر الجميل. ده الطربوش بقى. ده الطربوش الازهري. ده بتاع ده الطربوش المقري بتاع القران. نعم. ده طربوش المشايخ بتوع القرآن الله يحفظهم. وده طربيش طلبة الأزهر ودكاترة الأزهر الناس المحترمة. ده الطربوش بعد ما طلع من تحت المكوى بتاعته والضغط الحراري. بسم الله. الله أكبر. الله يوسع عليك ويزيدك يا حبيبي. ما شاء الله عليك. هنا كده. أيوه. ياخد بقى الفورمة على قد إيه؟ ومقاسات ولا هو مقاس واحد وبيتمط؟ طبعا ازاي؟ لا مقاسات. كل قالب من دول ده كل قالب لوحده. نعم. ايوه طبعا.
وده الشمع ده بيتعمل منه ايه يا احمد؟ لا ده مش شمع، ده نشا. اه النشا اللي احنا بنلزق بيه. ده نشا اللزق. ودي القوالب بتاعت طرابيش الائمه. وهنا واحنا مروحين كان الوقت والشوارع ازدحمت شوية عما رحنا. بصراحة كان المطعم جميل جدا، بدائي جدا، اللي بيخاف من القطط ما يروحش. بدائي جدا جدا، الاكل تحفة تحفة فوق ما تتصوروا. النجاحي علامة من علامات لحمة النيفة في مصر القديمة او في الغورية. صراحة الأكل كان روعة، ناهيك بقى عن المكان والكرسي، يمكن المفرش اللي على الترابيزة بقاله سنين طويلة، ترابيزات منهكة، الكراسي قديمة جدا من أيام الأربعينيات والثلاثينات. أرجو أنكم تكونوا انبسطتوا معايا في جولة النهاردة، وإن شاء الله انتظروني في رحلة أخرى.